الرئيسي ده مش ان احنا المجابهه دي مش مجابهه بين العناصر بتاعت القوات المسلحه والناس دي، المجابهه بين وزاره الداخليه والايه. طب احنا بنعمل ايه؟ ارجو ان الكلام ده يبقى واضح ليكم جدا. احنا ما بنقولوش في الاعلام ليه؟ عشان مالوش لازمه، ان احنا الناس مش قادره تفهم. لكن اللي احنا دورنا مش ابدا مجابهه الناس اللي هناك. ليه؟ الجيش قالت ايه؟ قالت قتل، مش قالت قبض ولا حاجه. ما نعرفش نقبض، احنا بنطلع طلقه فين؟ في الشكل. فانا ما فيش الكلام ده. انا مهمتي، وانا باكد عليها كل مره مع الناس الكبار، انا مش مهمتي مجابهه ومكافحه ارهاب. وافكر نفسي وافكر حضراتكم، لما حصل الارهاب في الصعيد في التسعينات وطلب من القوات المسلحه انها تقوم بالدور ده، رفض ان القوات المسلحه تقوم بدور في مكافحه الارهاب في مصر. ليه؟ لان القوات المسلحه ده مش دورها ومش دي مهمتها. مهمه القوات المسلحه هي الحفاظ على الامن القومي المصري وحمايه الحدود. الشرطه المدنيه لها ما يخصها في الشان الداخلي، بؤر اجراميه، بؤر ارهابيه، زي ما يكون. احنا لا، ومش هيكون. ليه؟ لان المخاطر بتاعت دي ضخمه جدا. لانك انت لما تيجي تقول النهارده السريه خش يعمل ايه؟ احنا مدربينه على كده؟ هيضرب بقى، يضرب يعمل ايه؟ طفل مع شاب مع عجوز مع كده يموت.